هذه المقدمة عن غيرها من منظومات علم التجويد. أول ما تتميز به هذه المنظومة إمامة مؤلفها وشهرته، حيث ذكرنا أنه خاتمة المحققين، ووصل إلى التحقيق وإلى نهاية التدقيق في علم التجويد إلى غاية ربما إلى زماننا هذا لم يصل إليها أحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فشهرة مؤلفها وإمامته وتحقيقه في المسائل هذا من أبرز ميزات هذه المقدمة، حيث يعطيك علما نظيفا خالصا بعد سعة اطلاع وسعة نظر ورحلات شرقا وغربا وكثرة القراءة على الشيوخ. يعطيك هذه المقدمة لا شك أنها من خير ما يدرس في هذا العلم. الأمر الثاني من ميزاتها اختصارها، حيث جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في 107 أبيات ليسهل على الطالبين حفظها وفهمها ولا يعسر عليهم ذلك، وحتى يستشهدوا بها على أحكام التجويد التي تعرض لهم. فاختصرها رحمه الله اختصارا جيدا، وذكر لك أهم أحكام التجويد في 107 أبيات فقط، فحري بطالب العلم أن يحفظها. وما زال العلماء والمقرئون وطلاب هذا الفن، طلاب القرآن والقراءات، يحفظون هذه المقدمة ويعتنون بها عناية أكيدة. كذلك من ميزات هذه المقدمة سهولة عباراتها، حيث أنها مع اختصارها سهلة العبارة. كثير من المختصرات يا إخوة لما يختصر المؤلف الكلام تصبح عبارته معقدة، ومن يقرأ في المختصرات يعرف ذلك. أشهر مختصر عندنا مختصر خليل، مختصر ولكن إذا قرأته معقد جدا. لما؟ لأن المصنف حاول أن يدمج عدة أمور وعدة معاني في كلام قليل وفي عبارة وجيزة، فأصبح الكلام يحتاج من الشارح إلى تفكيك كثير وإلى تأمل كبير في العبارة حتى يفهم. لكن المقدمة الجزرية سهلة العبارة، مع اختصارها سهلة العبارة، يفهمها ربما من يعرف اللغة العربية يقرأ يفهمها، يحتاج إلى شرح ربما يسير على هذه الألفاظ ويفهمها بإذن الله عز وجل. كذلك من ميزات هذه المقدمة أنها تناولت جل موضوعات التجويد، فهي على اختصارها في أبياتها وسهولة عباراتها احتوت على أغلب الأحكام التي يحتاج إليها قارئ القرآن الكريم. نعم، بعض الأحكام ليست موجودة فيها، وهي كاسمها مقدمة، فهي تقدم لك علم التجويد ومقدمة بين يدي علم التجويد، فإذا أتقنتها وأحكمتها بعد ذلك تدخل في علم التجويد وتقرأ ما شئت، يكون سهلا ميسرا عليك بإذن الله. كذلك من ميزاتها كثرة الشروح، كثرة شروح العلماء عليها. بعض المنظومات تكون غاية في النفاسة وغاية في الحسن، لكنك تجد العلماء لم يعتنوا بها ولم يشرحوها. فكتاب من أنفس الكتب تريد أحد العلماء يشرحه أو شرحه لا تجد. هذه المنظومة ليست كذلك، بل شروحاتها تجاوزت 50 شرحا منذ زمن المؤلف سنة 800 إلى زماننا أكثر من 50 شرحا. هذا يدل على أن العلماء احتفلوا بهذه المنظومة واحتفوا بها وعظموها وفخموا شأنها واعتنوا بها عناية بالغة. ونحن كذلك ولله الحمد على منوالهم، ما نحتاج إلى أن نؤلف منظومات جديدة أو أن نصوغ أشياء جديدة، بل نشرح كتب العلماء المتقدمين، وفيه خير وبركة وكفاية بإذن الله. من أبرز شروحات هذه المنظومة، وشروحات هذه المنظومة من باب الفائدة على 3 أقسام، منها شروحات مختصرة، ومنها شروحات متوسطة، ومنها شروحات طويلة ومطولة. فمن أبرز الشروحات المختصرة شرح ابن الناظم رحمه الله المسمى الحواشي المفهمة في شرح المقدمة.
الحواشي المفهمة في شرح المقدمة للإمام أبي بكر أحمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أبرز الشروحات المتوسطة كتاب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، وهذا كتاب نفيس حري بالمعتني بهذا العلم أن يقرأ فيه، ففيه فوائد لغوية ونحوية، فيه فوائد في علم الأصوات، فيه فوائد في علم القراءات، حري بطالب العلم أن يعتني به. من الشروحات المطولة ويعني المبسوطة جدا شرح الشيخ ملا علي قاري رحمه الله المسمى المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية. المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية للشيخ العلامة ملا علي قاري رحمه الله تبارك وتعالى.